السلام عليكم. واش فعلا الاملاح اللي كتعطيها الكسيبه ديالك بحال بحال ومتشابهه، ولا كاين شي فرق بيناتهم؟ في هذا الفيديو غادي نجاوبك على هذا السؤال ونتعرفوا على انواع الملح واهميتها للاغنام، انواع احجار الاملاح المعدنيه ووقتاش نستعملوها، وخطأ شائع على الاحجار المعدنيه، ومعلومات كثيره ونصائح مفيده عندك تفلتها. بقاو معنا ما تمشيو فين. الملح عندها تأثير مباشر على صحة الأغنام في الشهية، النمو، إنتاج الحليب وحتى التوالد. وهاد الأملاح كتنقسم ثلاثة ديال الأنواع أساسية. أول نوع الملح المطحون، وهو الملح الأبيض اللي كنعرفو الجميع، كيتكون أساسا من الصوديوم والكلور، والدور ديالو كيحفز المورد، ينظم حرارة الجسم، يفتح الشهية وكيساعد على الهضم. كنخلطوه مع العلف المركز ونعطيوه للبهايم، ونردو البال الكمية اللي غنستعملو، وديما نوفرو الماء باش نتفاداو التسمم بالملح. تاني نوع الملحة الحية، وهي قطع ملحية من الطبيعة كناخدوها من الملح الصخري، كتعلق في الكوري أو كنحطوها في بلاصة مهزوزة شوية على الأرض، وعندها تقريبا نفس الدور ديال الملح المطحون، ولكن الفرق هو الأغنام كتلعقها على حساب الحاجة ديالها، وكتبقى اختيار عملي واقتصادي للكساب، ولكن ما كتوفرش المعادن الأساسية بكمية مضمونة. ثالث نوع أحجار الأملاح المعدنية، وهي أحجار مصنعة كتحتوي على الملح وعلى معادن وفيتامينات مختلفة، كتميز بسهولة الاستعمال وطول المدة، وفيها خطر تسمم قليل إذا كان الماء ديما موجود. ومن أشهر أنواع حجر الملح المعدني الحجر الأبيض، غالبا فيه غير الملح، مناسب بزاف للمراعي الغنية بالمعادن. الحجر الأحمر كيستعملوه الكسابة بكثرة، فيه الكالسيوم والفوسفور ومعادن أخرى، مناسب لأغلب القطعان والمراعي الفقيرة أو المتوسطة. الحجر الأزرق غني بالمغنيسيوم، وكيساعد على الوقاية من الكزاز الرعوي خاصة في المراعي الربيعية. حجر خاص بالخريفات الصغار والنعجة اللي كترضع، غني بالكالسيوم والفوسفور، وكيدعم النمو العظام وإنتاج الحليب. حجر خاص بالخرفان الكبار، فيه الزنك والفوسفور والسيلينيوم، وكيتستعمل قبل وخلال موسم التلقيح لتحسين الخصوبة. ولكن خاصنا نردو البال واحد النقطة مهمة، وهي لو الحجرة ماشي ديما ضمان أو دلالة على التركيبة ديالها، حيت الشركات المصنعة أحيانا كتختلف مسألة الألوان. لهذا خاصنا ديما نقراو المكونات الموجودة على الملصق قبل ما نشريو الحجرة. أما الاختيار ديال النوع المناسب للقطيع فراه كيعتمد على ثلاثة العوامل الأساسية، وهي جودة المسرح اللي عندك، الهدف من التربية، واش تسمين، إنتاج حليب أو التوالد، المرحلة العمرية أو الفيزيولوجية للأغنام. وبصفة عامة وكخلاصة لداكشي اللي فات، الحجر الأحمر كيتعتبر الاختيار الأنسب لمعظم القطعان. النعجة الحاملة والمرضعة كتستافد أكثر من الأحجار الغنية بالكالسيوم. الخرفان الكبار خلال موسم التلقيح كتحتاج أحجار خاصة بالخصوبة. المراعي الربيعية كتستافد من الأحجار الغنية بالمغنيسيوم. وفي الأخير كاين تحذيرات مهمة لابد ما نهضروا عليها، وهي الماء النقي ضروري يكون موجود ومتوفر للأغنام. ما تخلطش أنواع مختلفة من الملح وانت ما عارفش التركيبة ديالها. ما تحطش الملح مباشرة على الأرض. راقب الأغنام ديالك ملي تعطيها الملح باش تكتشف الأعراض غير الطبيعية وتعالجها بسرعة. الاحتفاظ بالملح والأحجار المعدنية في بلاصة جافة ومحمية من الرطوبة. الخلاصة، إلا كنتي كتقلب على حل بسيط واقتصادي فالملحة الحية كافية. أما إلا كنتي باغي تغذية متوازنة وتعوض نقص المعادن، فالحجر المعدني الأحمر كيبقى أفضل اختيار لمعظم الكسابة. تحياتي.